السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي طبعا كلنا فراخنا الأيام دي احنا داخلين على الشتاء وتغيير الجو، فكتير من الناس فراخها بتتعب، وخاصة الفراخ البلدي دايما بتتعب بسرعة أيام تغيير الجو. لو البرد طبعا شديد برضو بتكش مننا وبتعيا. بنلاحظ كتير كشاشان الفراخ. كشاشان الفراخ ده بتخافي ان الفرخة ممكن بعد يوم واتنين وتلاقيها قلت الأكل، لا قدر الله تموت. طيب، احنا هنقول النهاردة علاج مهم جدا وفي نفس الوقت مش مكلف. يعني انت مش هتروح العيادة البيطرية تشتري دواء من بره، لا، خلطة في البيت كده هنعملها سهلة جدا. مكونين بس من الحاجات القوية اللي هي بتعالج معاكي كشاشان الفراخ. ولو داخلين على دور برد او دور عيا، لو الفرخة اللي لقيتيها كشة كده مع نفسها ومش بتاكل كويس، مش بتجري، هتلاقي كده مريحة على جنب، اعرفي دايما ان لا، لازم تديها حاجات بقى بحيث تفوق معاكي بسرعة وما تعياش او لا قدر الله تموت منك. لان لو سبتيها يوم والتاني والتالت ما بتبطل تاكل خالص وبتموت كمان. يعني ان شاء الله ما يحصلش كده باذن الرحمن. فدايما مع دخلة الشتاء، مع تغيير الفصول، حاولي تعملي خلطات من البيت تقوم عندك مناعة الفرخ. يعني حاولوا الصبح مثلا تحطي لهم خلطة رهيبة، خلطة البصل والثوم. يعني تجيبي بصلاية مع شوية ثوم، مع شوية خل، مع شوية ليمون، مع حتة كركم، واعصريهم، اضربيهم في الخلاط بكوباية مية. اضربيهم كويس وصفيه، خد التصفية. المية اللي هتصفيها من المشروب اللي احنا عملناه ده تحطيها في السقوة بتاعة الفراخ او في المية. والباقي التصفية بقى اللي هي القشور اللي اتبقت دي والتفل بتاع التصفية من الخلطة اللي احنا عملناها، حطيها وقلبيها مع الاكل بقى، مع العليقة اللي انت تحطيها او مع الخلطة اللي احنا بنعملها الاقتصادية للفراخ. ان شاء الله هسيبها لكم في اخر الفيديو، ربنا ييسر وان شاء الله، وهسيبها لكم في اخر الفيديو. تمام. كمان حاولي تحطي معلقه الخل من الحاجات المضاده للفيروسات. حاولي يكون في استعمال عندك لرافع المناعه، اللي هو بتجيبيه من البيطري وبتحطيه مره في الاسبوع، هو وسنتي بتادين. يعني بتحطي سنتي من ده وسنتي من ده على سقوة المية كل اسبوع، حطيها مرة. دي من الحاجات اللي بترفع معاكي مناعة الفرخ ان شاء الله، وتحميه من الامراض ومن دخلة الشتاء وحاجات امراض الشتاء والبرد والانفلونزا والخنفرة والحاجات دي. حاولي دايما تحطي مع العليقة معلقة كركم. الكركم من الحاجات المضادة للفيروسات. تمام. حطي شوية خضار. يعني دايما اتفقنا ان اكل البيت مهم للفراخ. يعني لما يكون اكل البيت فيه شوية خضار، في بواقي قشور ليمون، بواقي قشور البرتقال، ده حلو قوي ومفيدة للفراخ. انت تقطعيها صغيرة وتحطها لهم، دي من الحاجات الرافع المناعة القوي للفراخ. بتمنع عندك الانفلونزا اللي تيجي للفراخ، بتمنع عندك امراض البرد والكشاشان والحاجات دي. يعني ايه، كل البرتقال وخلي القشر وانت قاعده كده بتتسلي بتتفرجي على التلفزيون، قصقصيه صغير بحيث ان الفرخه تعرف تلقطها بمنقارها وتاكلها. دي انت عملتي حاجه حلوه قوي للفراخ عندك. منها بتساعدي ان الفراخ تشبع عندك، ومنها فعلا من الحاجات القويه اللي هتخلي مناعه الفراخ عندك. اوعي ترمي قشور البرتقال واحنا داخلين على الشتاء، قشور البرتقال، قشور اليوسفي، وانتي قاعده كده بتتسلوا. لو اطفال فاضيين كده بس ما يعوروش نفسهم، حاولي يعني يكون كبار شويه يقصصوه هما وقاعدين صغير، او وانتي فاضيه قصقصيه، حطيه للفراخ واتفرجي على صحه الفراخ عندك. يعني دي من الحاجات اللي ما بتكلفش حاجه. قشر هنرميه في الزباله، انتي عملتي منه اكل للطيور، وعملتي منه كانك عطيتيهم دواء للطيور، بس ما اشتريتيش حاجه بترميها في الزباله واستغلتيها. ففي حاجات انتوا بتعتبروها يعني حاجة هايفة، بس حاجات فعلا عندك. اي قشور عندكم فواكه ما ترموهاش، حاولوا تقصقصوها صغير واديها لهم، وشوفي عندك كمية الفيتامينات اللي هتبقى موجودة في جسم الفرخ، ده غير طعم الفرخة الحلو. يعني لو عندك ديك وعاوزة تذبحيه، اتفرجي بيبقى طعمه ازاي. يعني انت ما تاكليش ريحة قشور البرتقال اساسا بتبقى حلوة، ما بالك اما يعني لحم الفرخ ده هيبقى ازاي، هيبقى حلو ومسكر، ما فيهوش حاجه مزفره. فالاكل ده والحاجات الفواكه دي بتخلي طعم اساسا اللحم بتاع الفراخ يعني ان شاء الله يكون حلو. فيعني من الحاجات الحلوه اللي انت تحطيها للفراخ عندك. تمام. طب نرجع بقى، ان دلوقتي لقينا الفراخ كشه عندنا، نعمل ايه؟ نقدم لهم ايه؟ وانا ما عنديش ان انا امكانيه ان انا اشتري دواء بيطري.
هقول لك على فكره، كل اجدادنا وجداتنا كانوا بيعملوها للفراخ او للبط عنده، عموما للطيور عندهم في البيت، وما بتكلفهمش حاجه. بس قبل ما نبدا نذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ما شاء الله لا قوه الا بالله. اول ما تلاقي فراخك كده اعملي 3 ايام ورا بعض السقوه اللي انا هقولك عليها. حاجه بسيطه خالص، هتجيبي براد تحطي فيه كانك هتعملي شاي للبيت ليكي ولاولادك في البيت. اعملي شاي بس اغليه كويس، يعني املي البراد كده ميه وحطي معلقه شاي كبيره، خليها تغلي كويس يعني تحبط معاكي كويس. وحطي معاها لو تقدري معلقه حبه بركه ومعلقه روزماري. ما قدرتيش اعملي الشاي بس، تمام. بس لو في امكانيه عندك حبه بركه حطي معلقه معاها ومعلقه روزماري او زعتر. دي من الحاجات القويه اللي بتعلي معاكي مناعه الفخذ. انا ما كانش عندي فعملت الشاي بس، ودي زمان كانوا بيعملوا اجدادنا، هو كان الشاي بس. احنا دي زياده من عندنا حبه البركه او الزعتر وقلنا ايه تاني، وروزماري. انا بس ما عنديش غير الشاي. عملت الشاي زي ما انتم شايفين، براد شاي كده كامل، غليته لهم زي ما انتم شايفين وحطيته على الميه. وبعد كده جيبي ليمونه كبيره او ليمونتين اعصريهم بقى على الميه. لو تفتكروا كان اطفالنا زمان او احنا زمان لما كنا نبقى تعبانين كده وداخلين على دور برد، كانت لازم امهاتنا كوبايه الشاي مع عصره الليمون. لو الواحد حاسس ان يعني لو تفتكروا تحسوا ان انتوا فقتوا. فمن الحاجات برضو اللي هتعالج معاكي لو الفرخه كاشيه معاكي او تعبانه، اعملي الخلطه دي للطيور كلها مش للفرخه بس اللي انت تعبانه، لان ممكن الفراخ التانيه تتعدي. اعملي الخلطه دي يومين 3 ورا بعض، هتلاقي الفراخ صحت عندك تاني كده وفوقت ورجعت تاني كده تجري وتلعب وتاكل معاكي كويس. فدي حاجه طبعا مش مكلفه، هي الليمونه حلوه كده معاكي وبراد الشاي معلقه بس، خليه يغلي لغايه ما يحبط معاكي. واملي ميه كده للفراخ نظيفه وحطي كملي بقى براد الشاي حطيه، لان براد الشاي مش هيتقضي يسقي الفراخ كله، فانت هتحطي ميه يعني هتكسريه على ميه. والليمونه بقى وارمي لهم القشر بقى ينقدوا فيه، ما ترميش القشر. القشر ده من الحاجات المفيده للطيور. لو انتوا معايا لغايه دلوقتي ما تنسوش اللايك وتدعمونا وتقولوا لنا كده ايه رايكم في الافكار دي. هي اي نعم افكار قديمه بس فعلا حلوه جدا للفراخ. جربيها كل اسبوع كده، اعملي لهم السقوه دي حتى لو ما عندهمش كشاشان، هتلاقي الفرخ معاكي مصحصح. هتلاقيه ان شاء الله كده ما تخافيش ان هو ان شاء الله يعالج معاكي، يعني باذن الرحمن هتلاقي مفيش ادوار برد. فالشاي من الحاجات المهمه للطيور، مره كده في الاسبوع ادهولهم. لو كاشين فعلا عندك قص انهم في كشاشان في الفراخ، اعمليه 3 4 ايام في يومين 3 ورا بعض، تلاقي الفراخ صحصحت ان شاء الله. ويا رب دايما طيوركم تكون موفره معاكم، ودايما بيوتنا وبيوتكم دايما عمرانه يا رب بالخير، ويرزقنا ويرزقكم ربنا دايما ان شاء الله. وجربوا الخلطات الطبيعيه دي بتاعت امهاتنا زمان وهتوفروا وفي نفس الوقت هتحافظوا على فراخكم. دايما اعملوا الخلطات دي خاصه في الشتاء. حاولوا تعملوا خلطه البصل مع الثوم، حاولوا تحطوا شويه الخضار، قشر البرتقال.